في اغاني كتير حلوه قوي البنك مصر عملها على مدار الاربع سنين اللي فاتوا في الاغاني اللي بتنزل في رمضان، بس المره دي في تطور مش طبيعي ملحوظ جدا. فكره ان طول الفيديو كليب كل شويه بيفاجئك بكلمه ليها معنى كبير جدا في الاغنيه. انا بجد مبسوط قوي بالفيديو ده، خلينا نسمعه كده سوا. يعني اصلا فكره ان هم يحطوهم على جبل، يعني بجد الاخراج جامد هبل. يعني فكره ان هم يحطوهم فوق جبل كبير عشان يوصل لك ان انت اشرب كانك كون لك يعني. وبجد السينما فوتوغرافي بتاعت الفيديو ده بجد حلوه على قد بساطتها بشكل مش طبيعي. يعني انا الفكره في ان انا بحاول ان انا اكون هادي شويه، في ان انا ما ببالغش في قد ايه ان الاغنيه دي اتخدمت حلو واتصورت حلو والمزيكا جميله والاداء كل حاجه جميله، فانا مش عايز ابالغ، فبحاول ان انا على قد ما اقدر كده اكون هادي وبسيط. بس يعني خلينا نجرب. لو ليلي طال دي جامده قوي مهما طال. حلوه خالق الظلام يراني. اوف الكابشن اللي موجود على مدار الفيديو بجد لذيذه قوي وحقيقيه. خالق الظلام يراني ومتصوره حلو. يعني الكلمه نفسها لما اتوظفت السينما فوتوغرافي اتصورت حلو. انا جايب شاب وهو طالع من تحت الميه لفوق. هحاول اتكلم بس عن الحاجات اللي مكتوبه في الفيديو، مش هتكلم عن الحاجات كتير غير بس عن الحته دي دلوقتي. بتغبس ومكتوب لعله خير. شوت بتاع برضو الشباب اللي بيلعبوا بالعصيان بالكوره وكده برضو لذيذ قوي. ندوب تعني انك نجوت. اوه جامده برضو، ما انت لو ما كنتش عندك ندوب ما كنتش نجوت. بجد هي فيديوز معظمها بجد سهله وممتعه جدا. شوتس كلها عاديه تبان عاديه تبان عاديه ما فيهاش ولا عاديه تبان عاديه. في اللقطه اللي هم كاتبين عليها من مصر انا ممكن انا استثنائي يا معافر نور. اللقطه دي برضو حلوه واخراجيا حلو، لان هو ربط كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده الفيديوز القديمه والاغاني القديمه. فده ريسبكت للمغرب. سينا ارض مناجاه، المكان الوحيد الذي لتجلى لرب الكون اللي هي ارض سينا. انا مش هتكلم عن حمزه، انا بجد مش هتكلم عن حمزه، بس بجد جميله. بمناسبه حمزه، انا ايام اتكلمت عن قد ايه حمزه دايما عنده الحته دي، فكره ان هو دايما بيتفانى في الحاجات اللي هو بيقدمها او الحاجات اللي هو بيعملها ما بيشتغلناش. يعني حتى الاغنيه دي قد تكون اللي هي الاغنيه اللي هي موتيفيشنال قوي والحاجات اللي هي بتدعم الحياه والكلام ده، بس حقيقيه برضه فيها طابع ان هي قريبه من الحقيقه. بشجعك بس حقيقي، مش اللي هو بجريك ورا نفسك وخلاص. طبعا لقطه الحصان دي بجد جامده حلوه. ملبسين الحصان حلو، ملبسين البنت حلو، يعني رسمينها حلو بجد. يعني ريسبكت للارت دايركتور بان هي لبكره بجد. الفكره مش اي حصان هتحطه في اي مشهد هيطلع حلو، لا هو الحصان اتوظف حلو قوي مع الساوند تراك. كلمه الامل مع حلو ومش فيك ومش مصطنع. ده بالنسبه لي يعني ده كفايه. يعني حتى لو في عيوب في الفيديو ده وده مش موجود، بس حتى لو في فكره ان هو حقيقي ده بالنسبه لي تمام، وانا اشتريت والدنيا جميله وزي الفل. انا بتمنى ان كل سنه في رمضان تنزل حاجات تكون شبه المجتمع المصري. يعني انا في اغاني بتبقى ترند قوي والناس بتداولها، بس انا ببقى طول الوقت شايفها ان هي مبتذله او مش حقيقيه، مش شبه الحاله اللي احنا بنعيشها. فانا مبسوط بالفيديو كليب بالمزيكا بجد. السنه دي انا بشكر بنك مصر على فكره ان هم كل سنه بيقدموا حاجه وكل سنه بيزيد بيعلوا في المحتوى ده وبيتعبوا فيه كل سنه اكتر من السنه اللي قبلها. اتمنى بجد المنافسين اذا كان بقى من بنوك تانية او من شركات تانية، اذا كان بيبسي او الحاجات اللي هم كل سنه بينزلوا لنا اغاني بجد مالهاش اي علاقه برمضان، مجرد ان فنان مشهور بيطلع يقول حاجات ان قد ايه مصر حاجه تانية والكلام. لا ده حقيقي جدا. يعني حتى المشاهد جايه من مصريين تماما، كل حاجه فيها طبيعيه. فبجد بشكر الدايركتور وبشكر بنك مصر على المجهود اللي هم كل سنه بيقدموه. بس يلا سلام، خلينا بقى نستنى في مفاجاه جامده جدا 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 تنزل الايام الجايه. سلام.